اليوم اخواتاتي جبت لكم الرنجة المصرية. هنعمل لكم طريقة. طلبوا يشوفوا الرنجة والفسيخ. اليوم ما جبناش فسيخ فايق. انا عايزكم جبنا رنجة. تكتبوا براخينكم. لا شوفوا كيفاش يبيعوها هكا في الورقة. اي ورقة يديروها هكا. شوفوا ريحتها تهبل. هذه ريحتها بنينة، ريحتها مدخنة. بنينة بزاف. شوفوا شحال من ورقة لانه ريحتها نفاذة جدا. بصوا يا جماعة عشان تبقوا انتوا عارفين بس. في فرق بين الرنجة. ريحتها تهبل. ريحي. في فرق يا اخواتاتي بين الرنجة وبين الفسيخ. الرنجة ريحتها مليحة. خلينا نكمل انا حنونتي. الرنجة مليحة بزاف. الريحة رهت شاهي اوكي مع البصلاية والليمونية. فهمهم انه هي ثانيك شيء مش مستوي. الرنجة مش مستوية، احنا هنسخنها بس. نسخنها بس. هي طيبة عن طريقة التدخين، يعني يدخنوها كيما القديد عندنا شوية في الجزائر. بصح الرنجة ريحتها وطعمها مايل للسومون شوية. اوكي. سمك السلمون. اوكي. راها مليحة بزاف واحسن بالنسبة لي انا. الرنجة احلى من الفسيخ. شوفوا انا ما نقولكمش على حاجة. ريحته فايحة. كلام ما بيني وما بينكم، بعد ما بتاكلوا الفسيخاية بتخشوا على الحمام على طول، يعني مفيش وقت ما بتضيعوش، فاهماني؟ فانا برشحك يا اختي تجربي الرنجاية احسن من الفسيخاية. اوكي تابعوا معانا بقى ايه جد سهلة. يعني شوفوا احنا بس على فكرة اخواتاتي اسمعني. على فكرة الرنجة موجودة في الجزائر، موجودة في السوبر مارشي الكبار، السوبر ماركتات الكبيرة او الهايبرات الكبيرة. ممكن انا عايز اقول لهم حاجة عشان وانت موجود فيهم رنجة. يعني احنا كنا في الجزائر لانه انا بابا مصري وماما جزائرية. كان بابا يشريها من كنا احنا نسكنوا في الشراقة. كان كاين واحد السوبرات كبيرة كنا نجيبوها منهم. لو ما عرفتش ان الرنجة في قلبي انا، لو ما دفعتش تمن الرنجة اللي اكلتها ما بقاش انا. بس جمال انت جايب كتير، احنا 2 فقط. انا باكلك عشان تتغذي حنونتي. رنجة رهيبة. اوكي امسكها كده وتعال في نص الكاميرا اهو. شوفوا عاملة ازاي. شوفوا مليحة ازاي. مليحة بزاف والله العظيم. ريحتها هايلة. تمام. احنا الوقت هنعمل ايه؟ شوفوا كاين ناس ياكلوها كيما راهي بلا ما يسخنوها. فاحنا نحبوا نشويوها شويه. نحب نسخنها شويه عشان ايه؟ تشدد اكتر والفص بتاعها ايه؟ يسخن شويه. عشان يسقعن بزاف. اوكي. فاحنا دلوقتي اخواتاتنا هنسخن اول رنجايه. بس اهم حاجه الفحم بتاع البصل. بصلايه كده حمرا كده تكون مشطشطه ومولعه. اهم حاجه تجيبوها وتجيبوا ايه على النار هكا تسخن. شوفوا كاين ناس ولاو دوكا طوروا ولاو يديروها في المقله، لكن هذه الطريقه الاصليه تاع الرنجة. اوكي. وتجيبوا ايه بقى اخواتاتي؟ وتجيب نينه ليمونه حلوه كده ايه، وتعمل كده. بص وانا من بلدي. اوكي. قربها للنار جمال. خايف تتحرق. هات ما شويها انا. لا هي الحته طلعت ايه. تمام. الريحه اللي طلعت وتقلبوها ايه شمال واليمين. هتلاقيها بتكش معانا. لا تلقاوها تنفخ. تشوفوا لو كانت لاحظوا بدات تتنفخ. ايوه بدات تكش. ما انا اللي قلت لهم عليه تكش. هي كده تكش تتنفخ. بصوا اخواتاتي وتقعدوا تشوفوا فيها حتى تطرطق. بكي تطرطق ناكلوها. تطرطق. تمام اخواتاتي. لا جمال قرب للنار. والله ايه بقت عامله ازاي. تخنت اهي شايفه. قرب للنار. هي بنتي خلاص. طبعا هاد الحوايج اللي انا لابسينهم بعد الرنجة لازم يتغسلوا لانه ريحتها قويه. ريحتها كيما السومون مدخن. تمام كده كفايه ولا ايه؟ والله ما انت قاعد معاكي. انا غلطان اصلا دخلت اطبخ معاكي. انا غلطان. شوفوا كي تبدا هكا تطرطق تتحل. تحسوا القشره بدات تروح تهبط فيها زيت. سيحتي جلدها. ايوه سيحتيه. لا حول الله يا رب يا بنتي. شوفوا شوينا. شوفوا هذا تكون فيها على بالي بلي الفرن. وشنو انا ما باكلهاش كده. انا كذاب. سوري عشان الناس دوك تقول لي علاش تقول لي راجلك كذاب. عيب. احنا عندنا عادي. نتمسخروا مع بعضنا. رانا نتمسخروا بزاف. انت وش خصك؟ وش خصك؟ اشوي انت. شوفوا بعد ما نشويهم راح نوري لكم شكلهم. رنجة البنينه تجي الفص تاعها طري وتجي فيها دهون. يعني زيت كيما اللي هذا. وكل فرن هذا بس انتوا عارفين في رنجة مالحة
وفي رنجه مسكره. المسكره دي بتبقى طعمها يعني لا مش مسكره، لزج ملحه. ايه يا رانيا يا بنتي، ايه ده يا بنتي؟ اوه بتنزل زيت كتير، شكلها حلوه. اوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه انت بوظتيها. وفيها بطروخ، فكنت بقول لكم مش معناتها بطروخ. ما بوظتهاش جمال، ما تتمسخرش بالناس، فهمهم انه دي الطريقه الصحيحه. اوه الطريقه الصحيحه، الله اكبر الله اكبر. الطريقه صحيحه، انا عمري ما وصلت لحد ده بجد؟ والله. طريقه صحيحه. انت مش فاهم حاجه خالص. انا مش فاهم حاجات دي كده. فص كده لما تقف فص واحد بس، حته صغيره، حته رقي كده عليها يرحم باباكي. اشويها كلها؟ يا خالي انا اوه طلع منخرع. شوفوا كيفاش تبدا تتحل لوحدها، تتحل. والله يا رانيا انا اول مره بصراحه اشوف اللي انت بتعمليه ده، يعني بتعمليها بطريقه. انا اللي بعملها لك. انت بتعذبيها، بتعذبي، اقسم بالله بتعذبيها. ايه يا بنتي في ايه؟ اوه شوفوا هكا هكا احلى طريقه. كمان ولا كده كفايه؟ عادي كفايه مفيش مشكله. تعال نفصص بس عشان نفرج الناس. تمام. تابعوا معانا يا اخواتاتي. طب من غير ما بعدين يا اخواتاتي خلصنا الرنجه بتاعتنا هي زي ما انتم شايفين بقى. نخش بقى دلوقتي هنجيب الليمونيه والبصلايه. لا وفرجهم رنجه من جوه عامله ازاي. فرجهم على البطروخ. البطروخ هذا هو يعني افتحها بايدي يعني ولا ايه؟ هو الكافيار. هو أوكي. استنى هقول لهم اول. البطروخ هو الكافيار. ايوه البيض تاع البيض اللي فيه السمك. بكم باللي السمكه فيها بيض هكا صغير صغير صغير. بطروخ. ما نقولش بطروخ. ممكن اعملها لهم يعني. وري لهم. سافتح لهم واحده. طب ما تجيب الليمونه والبصلايه عشان ندوق قدامهم. نور لهم قبل ما تدوق. طيب اوكي. بص اهم حاجه حنونتي تركزي في الرنجايه. اهم حاجه تركزي في الرنجايه. شايفه البطن دي يا حنونتي؟ دي ايه؟ استني انا اقول لهم بس. استنى حط اهو الطبق. بصي تمسكيها من جوه هنا كده تقطعي فيها كده. اوكي كده يا حنونتي. صح كده؟ اوكي طيب اوكي هكا. بصي وتفسخيها بقى. فسخي، اهم حاجه تفسخيها. حد يفسخ من البطروخ؟ لبست كامل البطروخ. هشتغلني من اول مره افسخها كده. ما انت وترتيني يا حنونتي. ما فيهاش بطروخ هذه. ما فيش فيها بطروخ. ما علينا، ما هو جايبهم سايحين. تمام اوكي. هنفسخ كده. فسخناه اهو. خساره كنت حابه نوريكم البطروخ. ما في بطروخ اهو يا بنتي اهو. بطروخ اهو صغير اهو. بصي اهو سليم اهو. بصوا يا اخواتاتي. في حبيبات اهو. بصوا بطروخ سايح ولا ده بطروخ سايح. مفيش فيه حبيبات. ده بطروخ سايح. تمام. ده بطروخ اهو. تمام. طبعا متفاجئين. في واحد تاني اطلعه لكم اهو. ده اهو. بصوا يا اخواتاتي. لا هو البطروخ ماله مش عايز يطلع كده اهو. ده بطروخ سايح. طبعا في بطروخ اجمل. ده بطروخ اهو. الرزق. شوفوا البطروخ تاعي شحال كبير. شوفوا. ايوه هذا البطروخ. وفي واحد هذا البيض تاعها. الرنجة اللي بتبقى مملحة شوية، يعني الفص بتاعها مملح شوية، بتبقى البطروخ بتاعها أضخن وأنشف. أوكي؟ أيوة. أما الرنجة الفص اللي هو ده بتاع السمكية ده إخواتاتي بيبقى ليه طعمين. تمام؟ طعم مملح لما تاكليه تحس إن فيه ملح شوية. ده مش مملح، عشان كده البطروخ بتاعه بيبقى سايح شوية. تمام؟ ونقول بسم الله يا إخواتاتي. تاكل هكا باليد دينا؟ معانا العيش طبعا، بالعيش والعيش. مسكرة قوي. بسم الله. اوكي. هبل. اوكي بسم الله. ونوري لكم دوكا كيف كنا ننقيها كامل، نحطها في طبسين، نحط لها البصل والخل والقارص، نوري لكم كيفاش تتكل. طعمها جميل جدا. يا سلام يا سلام قد ايه حلو الغرام. يا سلام يا سلام قد ايه حلو الغرام. جرب تاني عادي؟ لا خلاص بقى ننقيها وبعد ناكله. ننقيها ونرجع لكم اخواتاتي. دلوقتي اخواتاتي خلصنا الرنجة وفصصناها زي ما انتم شايفين. حطينا الفص هنا لوحده. شوفوا هذا اللحم تاع الرنجة. شوفوا كيفاش يجي. ما شاء الله. يجي سايح سايح ودايب. دوك حتى نورمال.
يجي هايل سايح سايح سايح. هايل. انا البطروخ بتاعه سايح. ولازم البصلة ولازم هذا الليمونة القارص، وهذا البطروخ تاعه اللي هو البيض تاع الحوت. وهاي لكم اخواتاتنا، وقولوا لنا حابين نجرب ايه المرة الجاية أكلة مصرية. قولوا لنا وش رايكم. مازال بدكم نكملوا الفيديو، بس قولوا لنا وش حسيتوا من الشكل تاعها. مليحة. ممكن نحط الليمونة. لا بدكم نحط الفيديو ونوروا لهم هتاكلها ازاي. كده نحط ايه ليمونة عليها زي ما انتوا شايفين كده. تمام. تبل على حسب ما انتوا عايزين بقى. انت عايز تكتر الليمون كتر الليمون. دي طريقة كالزبدة. ممكن نحط ليمونة تانية. وهي ليكم الأكلة المليحة المصرية، الرنجة. حان وقت المذاق. تذوق. نجيب العيش بتاعنا الجميل. تذوق. بسم الله الرحمن الرحيم. وري لهم الأصول تاع هذه الأكلة كيفاه. ناكل فص حتة، وناكل بطروخة حتة صغيرة. شفت حتة كبيرة تخافيش. لأنه مالح بيها غلط فيه. حط بصلاية. أيوة. حط القارص. وكمان بصلاية. والقارص. حطيت انا قارص. حطيت ليمون؟ ايوه عادي ممكن احط تاني يعني. تحب القارص فيها. اوكي. وشوفوا طعمها رائع، لازم تجربوها. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما نحبش ندير ساندويتش كيما جمال، نحب هكا. وما نحبش نخلط هذه مع البطروخ، نحب ناكل هذاك وحده وهذا وحده بالبصله هكذا. نعطيني قطعه بصله. من كتر الحلاوه يا اخواتاتي قسما بالله ما انا قادر اتكلم. ادوق تاني عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ناكل. لازم اخواتاتي الناس الجزائريين اللي نازلين مصر نجربوا الرنجة بس لو انت بتجيب الرنجة هايلة. قولوا لي مدهلكم تقول له عشان يعرف ان انت ابن بلد وفاهم. تقول له ايه؟ شوفوا عباكم ما تعيبش راهي كيما بس نشرح لهم. كيما تقول له عايز رنجة مسكرة. تقول له ايه؟ عايز رنجة مسكرة مش مالحة. تحفة. تمام. واللي بيحب المالح يقول له عايزة مالحة شوية. لا بصح المسكرة احلى من المالحة. تحفة. تفضل. خد دير ساندويتش. المرة الجاية نجيبوا الفسيخ ونوري لكم الفسيخ. بصح المشكل انه جمال ما ياكلش الفسيخ اصلا، ما يحبوش. اسمعني بس ما جربه تاني. رشة. اوكي. بصلاية. طبعا اللي ما يحبش البصل يقدر يستغنى على البصل، لكن هي حلاوتها بالبصل. ما شاء الله على الماكلة المصرية اللي مليحة، ما شاء الله. المهم اللي مش عندي بس انت على الانستجرام هتحط لكم الانستا في اول تعليق. تمام. تابعوها على الانستجرام. الموضوع اللي حابة تشتري حاجة للشخص او اي شخصية تعرفها في مصر تبعتها لها، تقدر تتواصل معايا عن طريق الدفع عن CCP وتخيل الكادو تاعك من عندي وانا نبعتهولك. اوكي. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.